لحساب المسافة بغض النظر عن الاتجاه. هعمل ايه بغض النظر عن الاتجاه؟ اجمع. يبقى نقوم بجمع المسافات. قال لك شرقا، قال لك غربا، قال لك جنوبا، قال لك ايه؟ اركن الاتجاهات على جنب واجمع مسافاتك، بس تكون المسافات من نفس الوحدة. تعالى بقى نخش على ايه؟ ارشادات الازاحة. اذا كانت الازاحتين في نفس الاتجاه. يعني ايه في نفس الاتجاه؟ يعني مثلا الجسم ماشي كده 50 متر وكده ايه؟ كده لسه قايل شرقا، ثم مشى كمان نفس الاتجاه 30 متر. خلاص؟ يبقى ايه اللي حصل؟ الاتجاه هو الاتجاه. خلاص؟ يبقى نجمع المسافة دي مع المسافة دي، والاتجاه ده نفس الاتجاه ده، يبقى انا عندي مسافة واتجاه، يبقى ازاحة. فإن الإزاحة هي المحصلة تساوي مجموع الإزاحتين. طب افرض يا مستر في اتجاهين متضادين. ركز معايا كده. هنعتبر نتحرك من A ل B 50 متر، ادي شرقا، ثم رجع من B ل C 30 متر. لو قال عاوز المسافة مفيش مشكلة، هنجمع ال50 وال30، مش مشكلة عند الاتجاه. طب لو قال لك الإزاحة، الإزاحة ماليش دعوة بالبي خالص. خلاص؟ أنا يهمني بدأ منين وانتهى فين. ده انا بدأ من ايه وانتهى عند سي. طيب يبقى انا عشان اجيب الحبه دهمت اللي هي من نقطه البدايه لنقطه النهايه، اعمل ايه؟ اطرح ال50 من ال30، هتطلع دي 20. يبقى اذا لو في عكس الاتجاه اتحرك، راح ورجع، اطرح، يبقى المسافه ماليش دعوه، اجمع. الازاحه هتقول لي يا مستر اتحرك كم حركه؟ مثلا حركتين. لو في نفس الاتجاه اجمعهم وحط نفس الاتجاه. طب لو في عكس الاتجاه لا، اطرح. خلاص يا صديقي. في احتمال ثالث، اذا كان الازاحتين في اتجاهين متعامدين. يعني مثلا الجسم بدأ من ألف ثم ب ثم ج. خلاص؟ طيب لو عايز المسافة هنجمع 5 و7 يبقى 12. طب لو عايز الإزاحة لازم تيجي بحاجة اسمها الجذر التربيعي لمجموع مربع الإزاحتين. يعني إيه؟ يعني فيثاغورس. هيجي جايب الخمسة ده اهو. ما هو أنا عاوز ده. مش الإزاحة هي أقصر خط مستقيم من نقطة بداية لنقطة نهاية، اللي هو ده اللي احنا كنا بنسموه في الهندسة الوتر. وطبقا لنظرية فيثاغورس هجيب مثلا ألف ب تربيع زائد ب ج تربيع، مجموعهم وبعد كده احطهم تحت الايه؟ الجذر.